story of Morocco in Africa Cup is every Africa Cup is difficult for us. قصة المنتخب المغربي في كؤوس أفريقيا هي دائما نفس القصة. نحن دائما نأتي لخوض هذه المنافسات من أجل الفوز. الماضي هو الماضي، لدينا منتخب جديد وروح جديدة. طبعا نحن نتأقلم بسرعة مع حيثيات هذه البطولة. تأقلمنا مع وقائع مرحلة المجموعات. الآن ننتقل إلى دوري 16. إذا أردت أن تذهب إلى دوري ربع النهائي فالأمر ليس بالهين. عليك أن تبني البلاء الحسن، وإن شاء الله سنكون جاهزين ونحصل على النتيجة الإيجابية، ولما لا الفوز بهذه البطولة. المسألة متعلقة بالحافزية والدافعية، وعلينا نتأمل في المستقبل. شيء مهم جدا أن نتأمل في الحاضر والأمور الحينية والمستقبلية ولا نفكر في الماضي. أنا ممثل قناة الكانال بلوس. يقال وأن هذا اللقاء يعطيكم أسبقية في ضوء ما حصل في السابق. نحن نحترم منتخب جنوب أفريقيا، هو المنتخب الأول والوحيد الذي تفوق علينا بعد ذلك التألق في منافسات كأس العالم. أنا لا أريد أن أقول إننا المنتخب المرشح للفوز. البطولة الأفريقية ولا كأس أفريقيا مليء بالمفاجآت. أنا دائما أتحدث عن التواضع والاحترام المتبادل بين كل المنتخبات. أنا على يقين وأنهم سيشكلون الصعوبات الجمة بالنسبة لنا. نحن أنهينا متبوئين صدارة المجموعة. الكل تحدث عن المباراة الأخيرة ضد الكونغو وطرحوا الكثير من الأسئلة، ولكن أيضا هذه هي كرة القدم. طبعا المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات ساعدتنا على الوقوف على مكامن القوة والضعف. ما حصل في دوري المجموعات هو الماضي. دعونا نركز على الحاضر، والحاضر هو مواجهة منتخب جنوب أفريقيا. إذن هذا السياق آخر، ولكل حادث حديث. لعبنا معهم أيضا مباراة ودية في شهر يونيو وكنا منقوصي العدد. اليوم هو سياق آخر مثل ما قلت، وإطار مكاني وزمني مختلف، ولكن طبعا لابد من إيجاد كل الحلول من خلال اختيار التشكيل المناسب. Bonjour coach, Mehdi Fodé beIN Sport. أنا ممثل البي إن سبورتس. سؤال يتمحور حول حكيم زياش. يبدو أن لديه إصابة في القدم. هل ستجازف بإقحامه في التشكيل الأساسي يوم الغد؟ وماذا عن إصابة سفيان بوفال؟ عفوا، سنبدأ بسفيان بوفال. كان انتهى بالنسبة لسفيان بوفال، يأتي إلى الميران وحدثت الإصابة في الميران، إصابة خاصة بالعضلات. ولكن اليوم المسألة معقدة جدا بالنسبة لسفيان. أما فيما يخص حكيم زياش، حصلت له إصابة في القدم ضد منتخب زامبيا. طبعا نحن لا نؤمن بمبدأ المجازفة. لا يمكن أن تضع لاعب على أرضية الميدان ثم تنتظر المجهول. un quart de finale. Donc on est avec le staff médical, avec صحبة الطاقم الطبي وحكيم زياش ندرس كل الأمور. نريد أن نجهزه لمباراة الغد، ولكن القرار سوف يؤخذ في آخر دقيقة، لم أقل في آخر ثانية قبل المباراة، ولكن مبدئيا لن يبدأ المباراة.
الإدريسي شادي FM. عندي دو كيستيون صراحة. الأولى بغيت نعرفوا أكثر الأخبار على يعني الحالة الصحية ديال المزراوي لأنه شاهدناه في آخر يعني التحضيرات دخل مع المجموعة. لا كيستيون الثانية هي شاهدنا جميع المقابلة ديال المنتخب المصري للأسف يعني ديسكاليفي. فواش هادشي ما غاديش يخلق يعني واحد الضغط عليكم نتوما أكثر سورتو أن العالم العربي ولا أكثر يعني أكثر العالم العربي كيتسنى يعني الإنجاز اللي تحقق في قطر. واش غادي يتعاود ان شاء الله؟ شكرا. Voilà Mazraoui, alhamdoulilah, Mara bhali kan gulkom, on est sur de la planification, on essaye d'être le plus logique possible. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient critiqué notre choix de ramener Nosser, mais aujourd'hui voilà, il est opérationnel. Donc le plan qu'on avait mis en place a pensé qu'on pouvait passer le premier tour bla Nosser. Et ben alhamdoulilah, Nosser il s'est entraîné normalement, il est apte. Après est-ce que Raibda ou Eshmaradi Shibda, ce sera le choix d'Yali. Mais déjà je voudrais remercier Adreli qui diront le khidma, Anna Mohamed les deux premiers matchs. Il a été fantastique. Le match l'achor. Donc voilà, on a le choix. Mais ce qui est important, c'est de savoir c'est que Nosser ça y est opérationnel. Donc tout ce qu'on avait prévu مع الميدسان ديالنا ومع الستاف ميديكال ومع الستاف تكنيك وصلنا على ما تم مناقشته مع الطاقم الطبي ثبت صحته ولا ما تخساتش عليه باللغه ديالي ما نعرفش نقدر نقولها بحق ما غاديش نقولها باش العربيه ديالي ما تزلقش تقولوا مي سي با c'est pas j'ai pas fini non merci لم أنهي كلامي. c'est pas quelque chose qui m'intéresse. ليست من الأشياء التي أي واحد عنده le chemin dialo. Bien sûr on était déçus pour eux parce que كيبقاو خوتنا. On était aussi content pour le Congo. Moi je regarde le Maroc. طبعا ما عندناش ديك الدرابو غنقولوا حنا لاعبين على الأعراب ولا على حنا لاعبين على المغرب بحال ديما اللي كنقول. On est dans une compétition africaine. نحن في منافسة أفريقية. Justement par rapport à ma suspension, je veux pas qu'il y ait de clivage encore des équipes maghrébines, arabes ou là. طبعا في الوقت الراهن لا يجب أو يجب أن نتحلى بالواقعية. شيء صعب ما حصل لمنتخبات شمال أو المنتخبات المغاربة، ولكن علينا أن نتحلى بالواقعية. كل الفرق نتعامل معها سواسية كأطراف المشط، ونحيي أيضا وصول المنتخب الموريتاني إلى هذا المستوى. نحن لدينا مهمة واضحة المعالم، ونحن نركز على مهمتنا ولا نعير الأشياء الأخرى أهمية كبيرة. السلام عليكم. عادل رحمة، مزيج بين الفرنسية والعربية. موقع ماتش بريس. وليد، سؤال مباشر. في التصريحات ديالك السابقة في المؤتمرات الصحفية هنا كنتي صرحتي على أن غادي تشوفوا واحد ليكيب أخرى في الدور ديال الإقصاء المباشر، سيرتو انه في دور المجموعات كاينه حسابات باش نجمعوا النقاط. مي بور لو مومون يعاب على وليد الركراكي انه في لي ماتش كيحترم المنتخبات بزاف اللي ممكن كيبان مع مرور الوقت بانها في المتناول. واش غنشوفوا وليد الركراكي بطريقه هجوميه اكثر بشجاعه ضد المنتخب الجنوب الافريقي اللي غادي تكون مباراه قويه؟ بالنسبه للسي شيبي، انتم كلاعبين كاينه الخطه اللي كتعطاكم في المستودع الملابس قبل بدايه المباراه بيناتكم كلاعبين، كاينه اضافات كتقولوها بعضياتكم. بالنسبه لكم مباراه ديال جنوب افريقيا واللي كننتصر عليكم رغم انه كان المنتخب مؤهل، يعني ما غنعتبروهاش بمباراه شكليه، واش كتشوفوا بان اللاعبين بيناتكم قادرين على تجاوز المنتخب الجنوب افريقي؟ قادرين. احنا ضروري خاصنا مدرب حيت هو اللي كيعرف المجموعه ككل. حنا اللاعبين بيناتنا كيف قلت لك كنطبقوا التعليمات ديالو، وما كاينش كيف قلتي ماتش ساهل ولا ماتش ماشي ساهل. حنا كندخلوا اول حاجه عاجزين على باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه، هذاك الشيء اللي غندخلوا غدا ان شاء الله، وكنتمنوا الله التوفيق. Question. Donc, d'abord la question chino est autre visage. لا الفيزاج ديال المغرب هو هذا. انا ما كنفهمش 7 points sur 9 2 victoires
وجه المغرب لن يتغير. 9 انتصارات من واقع 10. Le Congo qui élimine l'Égypte. المباراة ضد الكونغو، والكونغو أقصى المنتخب المصري، الكونغو ليس بالمنتخب السهل. لا بد أن نتحلى دائما بالتواضع تجاه الفريق الخصم. خلقنا الكثير من الفرص، ركزنا على عدم التفريط في الفرص. أعتقد وأننا على طريق الصواب. ما الذي سأغيره؟ هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى التغيير والتحسين، وكل منتخب يود أن يفوز بواقع 3-0 أو 4-0. ولكن في هكذا طقس وهكذا رطوبة لا بد أن نتحلى بالواقعية. الكل يشتكي من نسبة الرطوبة، وأنتم كصحفيين أيضا لا بد أن تقوموا بعملكم الصحيح. لا بد أن تذكروا الأحوال الجوية، ولا بد أن تركزوا على القيمة المضافة للاعبين في المنتخب المغربي. صحيح لا ربما يجب علينا نتحلى أكثر بالثراء البدنية في ضوء هذه الأحوال الجوية والطقس الصعب. ولكن أنا راض جدا عن الأداء المقدم من اللاعبين. صحيح النقد البناء هو جيد ومقبول في بعض الأحيان، ولكن لن أغير الكثير من الأشياء.